السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا تالتة ثانوي، ويلا بينا مع فكرة سؤال مع فرحات. السؤال ده عامل مشكلة على جروب معلمي الأحياء عشان خاطر كتاب الامتحان مجاوبه إجابة وكتاب التفوق مجاوبه إجابة تانية. تعال نحلل السؤال ونعرف مين الإجابة اللي احنا المفروض نختارها. بيقول لك ما الغدد التي تقوم بإفراز سائل قلوي؟ لغاية هنا، لغاية كلمة سائل قلوي انا عارف كويس قوي ان اللي بيعمل سائل قلوي الحويصلتان المنويتان اللي هم بيفرزوا سائل قلوي وفيه سكر الفركتوز لتغذية الحيوانات المنوية، وكمان عارف ان اللي بيعمل ده البروستاتا وكوبر. فكلمة قلوي لغاية هنا لو وقفنا السؤال على كده هجاوب كل الغدد اللي انا قلتها، الحويصلتان المنويتان والبروستاتا وكوبر. ولكن بقية السؤال بيقول لي يعادل حموضة البول في ذكر الإنسان، يعني السائل ده لازم يكون له شرط إنه هيعدي في قناة مجرى البول عشان يعادل الحموضة بتاعة البول ده عشان الحيوان المنوي ما يموتش. وبناء على الكلام ده لو أنت بصيت هتلاقي الإجابة ج ودال، البروستاتا وكوبر لوحدها ولا الحويصلتان المنويتان والبروستاتا وكوبر. هقول له والله لو كان عايز سائل قلوي وسكت فهختار كل اللي بيفرز سائل قلوي، سواء سائل قلوي